السلام عليكم حبايبي المشاهدين، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في وصفة عائشه مع فيديو جديد وصفه جديده. غنصايب معكم واحد جوج كيلات ديال الصابلي، كيجيو راقيين في الشكل ديالهم ولا في المذاق. كنتمنى الوصفه من الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد فضلا وليس امرا. وما تنساونيش بواحد البصيمه، الله يجازيكم بخير. بسم الله على بركه الله. عندي هنا جوج بيضات ومعلقه ديال الجليكوز ضروري كنديروها في الصابلي، وكاس ونص ديال السنيده وسكر حبيبات، وجوج كيسان ديال الزيت النباتيه، و225 غرام ديال زبده للدة، والدقيق على حسب الخليط، وواحد الساشي ديال زهرة البرتقال. كنقطعوا الزبده وكنضيفوا عليها السكر، كنقطعوها مزيان باش كتسهل لينا في الخدمه. كنخلطوا الزبده شويه مع السكر حتى كينسجموا، وكنضيف عليه جوج كيسان ديال الزيت النباتيه. كنخلط المكونات جيدا، وكنضيف معلقه ديال الجليكوز. الدور ديال الجليكوز كيعطينا واحد التقرميشه رائعه للصابلي، ضروري ما كيخليش لنا الصابلي يتهرس. وكنضيف جوج بيضات، وكنخلط البيض والجليكوز مع العناصر، كنخلطهم مزيان حتى كتولي الزبده بحال شكل البوماط، كتولي لينه كما كتشوفوا. وكنضيف الدقيق تدريجيا. الدقيق البنات النوعيه ديال الدقيق كتختلف، من الاحسن تضيفوا الدقيق تدريجيا، ما تضيفوش الدقيق دفعه واحده. كنضيف الساشي ديال زهرة البرتقال او الزم زهر، وكنزيد نضيف الدقيق، كيلو ديال الدقيق ولا كيلو و100 غرام على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي كيهز لنا هذا الخليط. وكيخرج لنا واحد الكميه وفيره ديال الصابلي، كيخرج 200 حبه. هذا هو القوام ديال العجين. كنخليو العجينه لينه ورطبه مزيان. دائما كندير جوج بلاستيكات، وحده من الفوق وحده من التحت، كنفرشوا وحده ونغطيو الصابلي ديالنا بوحده، وكنسرحوا العجين ديالنا بين البلاستيكات كما كتشوفوا باش كيجينا ساهل ملي كنقطعوه. كنسرحوا العجين ديالنا حتى كيولي السمك ديالها متوسط، وكنقطعوه بهذا المرشم. هو هذا باش تصيبط داك الشكيل ديال الفريزه بحال شكل الفريزه. كنقطعوا بهذه الطريقه، طريقه سهله وبسيطه. اي وحده فيكم البنات ممكن تصايب الصابلي، كيجي راقي في الشكل ديالو ولا في المذاق. كنتمنى هاد الوصفات تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. من اول تجربه ان شاء الله تنجح معكم. هاد المقادير باش كندير العجينه ديال الصابلي ما كنغيرهمش نهائيا. هاد العجينه معتمده عندي، هي باش كنصايب الصابلي وكتنجح 100%. ولله الحمد ما كتحشمنيش مع الكليان ديالي، كيعجبهم الكوموند وكيعجبهم الصابلي. الاهم من ذلك ما كيتهرسش لينا في الفران نهائيا. الطريقه باش سرحت العجينه، باش كنسرح حتى الشكيل المربع كما كتشوفوا. هاد الوريضه كيجي الشكل ديالها حتى هي زوين بزاف، فواحد المنظر جميل. الا كيلصق لكم البنات في البلاستيك ديروا واحد شويه الدقيق فوق البلاستيكه اللي غنديروا من الاسفل، وديروا فوق منه الصابلي او العجينه ديالكم باش كتحيد لكم بسهوله من البلاستيك. حتى كنعمر الصفيحه ديال الفرن، وكندخل الصابلي ديالي على العافيه مهيله يتحمر. هذا هو الشكل ديال هاد الوريضه. ضروري البنات تكون العافيه مهيله باش الصابلي ديالنا ما كيديفورماش في الفران. هذا هو الشكل ديالو بعد ما طاب، كيجي رائع.
كيجي محمر. ضروري البنات الصابلي طيبوه على العافيه مهيله باش كيجيكم زوين. وكندوزو للتزيين. كنجيب لاباط شوكولا. لاباط شوكولا غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف عندي في القناه. الطريقه باش تحضروا لاباط شوكولا: كندير شويه سكر كلاصي فوق سطح العمل. هاد لاباط شوكولا البنات عاد صايبتها باقا رطبه، داكشي علاش درت شويه سكر كلاصي فوق سطح العمل باش ما تلصق ليا. ملي كتصايبوها بواحد 4 السوايع او 5 السوايع ما تحتاج ديروا سكر كلاصي نهائيا. كتسرحوها عادي وكتقطعوا الشكل اللي بغيتو بهذا المرشم. باش قطعت الصابلي باش غنقطع حتى لاباط شوكولا في جوج جهات، وكيعطينا واحد الرشمه في لاباط شوكولا كما كتشوفوا جميله جدا. كيتباع عند مالين لوازم الحلويات غير بشي 5 دراهم على ما اظن. كيعطينا واحد الرشمه في لاباط شوكولا كما كتشوفوا. باش كنديروا هذيك العقيقات بعد ما ساليت الشكيل كندوز نصايب هاد الشكيل ديال بابي. كنزينو الصابلي من الفوق بهاد بابي كيعطي واحد المنظر جميل. باش غنزين فوق من لاباط شوكولا. نتوما ممكن تزينوا باي شكل كيعجبكم. انا اختاريت هاد الشكل جا جميل صافي. وكندوزو نلصقو لاباط شوكولا فوق الصابلي. هاد التعليكه البنات صيبتها معكم في الفيديو السابق، حتى هي نخلي لكم اللين ديالها في صندوق الوصف. تعليكه رائعه بالليمون كتجي رائعه المذاق ديالها وحتى في الشكل ديالها في الخدمه كتجي كتلصق لينا الصابلي مزيان. ما كتسيح لا من الجناب ولا حتى حاجه. كتلصق فوق الصابلي وكتخليه ثابت في بلاصتو. وكنزين الصابلي ديالي بهذه الطريقه. كنجيب هاد العقيق في الكري باش غنزينو الصابلي باش غنزينو فوق لاباط شوكولا بهذه الطريقه. كنحاولوا ندير هذاك العقيق في هذيك التقيبات اللي صايبنا بهذاك المرشم. وكندوزو نصايبو هاد الوريضه باش غنزينو الصابلي الثاني في هاد السيليكون. السيليكون البنات كيتباع في اي بلاصه. اي واحد كيبيع اللوازم ديال الحلويات كيكون عنده السيليكون في شكيلات. هذه هي الوريضه باش غنزينو الصابلي الثاني. هذاك المربع غنزينوه بهاد الوريضه. وكنوجدوا الفينيسيون من الاول عاد كندوزو نفينيو الصابلي ديالنا. هذا هو كاوكاو انكاسي. غنخلي لكم اللين ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه لعدد الحبات اللي خرج لنا هاد الخليط البنات خرج ليا 200 حبه. ممكن يخرج لكم حتى اكثر من 200 حبه. والثمن ديال البيع باش غنبيعوه هاد الصابلي 80 درهم حتى 90 درهم. كندهنوا الصابلي ديالنا بهاد التعليكه. كندهنوا الوجه ديال الصابلي مزيان. التعليكه ديال الليمون فيها واحد النكهه جميله جدا. وكنزينوه بهاد الوريضه اللي صايبت بلاباط شوكولا. هذا هو الشكل ديال الصابلي ديالنا. المنظر ديالو رائع يستحق التجربه ديالكم. الفيديو راه شارح نفسه طريقه واضحه وباينه. كنتمنى الوصفات نال الاعجاب ديالكم وتجربوها. تردوا عليا في التعاليق كيخرج لكم الصابلي. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. كيجي رائع كما كتشوفوا في المذاق ديالو ولا في الشكل. المنظر ديالو جميل جدا. الصابلي بريستيج زينا بهاد العقيقات وبهاد الوريضات كما كتشوفوا. الى عجبكم هذا الفيديو البنات ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم والتعاليق. ومع السلامه الى فيديو القادم ان شاء الله.